السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. غنشوفو مع بعضياتنا مجموعة من الفيديوهات ديال المغاربة مطلعين على رئيس كرغوليستان والادعاءات ديالو، والفيديو الأخير مهم بزاف تركزوا معاه. المهم نشوفو الفيديوهات اللي معنا ونرجعو بالتعليق. الكونتر خطة العقار، الناس تكتب عقار. لازمني إحصاء تاع صح بالدرون ولا غير الدرون، ولا ما نقدرش انا نخلي الانسان اللي عنده بيسين الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، بون كوراج. كلشي تقدروا ديروه في الجزائر بالمناسبه عادي. اللي يقدر يحل مليار لتر مكعب ديال الماء في نهار يقدر بطبيعه الحال يحسب الديور بالدرون عادي جدا. هذه تجربه خص العالم كله يستفد منها. الناس كاملين كيخسروا الفلوس في الرقمنه وفي المحافظه العقاريه. الجزائر باستعمال التكنولوجيا الجديده غادا تحسب لكم الديور بالدرون والبيسينات بالدرون. برافو، مبروك. هذا تصريح ديال فخامه الرئيس الجزائري. غير هو الدرون واش صنع في الجزائر ولا غتجيبوه من برا؟ لا، غيكون غالبا صنع بايادي جزائريه. حظ موفق. احصاء في الجزائر ديال الديور بالدرون. اسمع معايا اش قال فخامه الرئيس الجزائري البارح. شوف الناس فين وصلوا في العلم. تفضل. العقار، الناس تكتب عقار. لازمني إحصاء تاع صح بالدرون ولا غير الدرون، ولا ما نقدرش انا نخلي الانسان اللي عنده بيسين في الفيلا تاع الله يسهل عليه جاب دراهمو بالحلال. الجزائر الجديده اول بلاد في العالم غيحصد الديور بالدرون. ما كاين كاداستر، ما كاين محافظه عقاريه، ما كاين والو، ما كاين رقمنه، ما كاين والو. غنطلعوا الدرون للسماء ونبداو نحسبوا ديور عباد الله، نحسبوا العمارات ونحسبوا الفيرمات ونحسبوا الاقامات ونحسبوا المنازل ونشوفوا كل واحد عنده المسبح ولا لا. هادشي في الجزائر اصاحبي ترى قوه ضاربه. والناس راه وصلوا بعيد، مشاو بعيد. الناس مشاو بداو كيستعملوا التكنولوجيا باش يحسبوا الديور. بعد ما كانوا كيحسبوا بالدرون غير الماعز والغنم، ولاو تيحسبوا به الديور. اخواني الكرام، شوفوا ما شاء الله الناس فين واصله. شوف تبارك الله على فخامه الرئيس الجزائري. هل تعلم عزيزي المغربي أن الدولة اللي كتحسب كل شيء بالدرون هي الجزائر؟ الرقمنة والعصرانة والناس فين وصلوا. هذاك العام زين سمية حسب الريوس ديال الغنم بالدرون، واخا تلفلو الحساب في الاخر وغادي يجيب مليون راس من برا، المهم حسبها بالدرون. هاد العام قال لك غادي يحسب العقار، البنايات الديور والفيلات غيحسبهم بالدرون، ويشوف كل فيلا اللي عندها البيسين. بشاخ واش غير يجيو هما العالم الاخر من غير هكاك؟ لا، هما راه كانوا قاره، دابا ولاو عالم اخر بوحديتهم، داكشي ديالهم بوحدهم. شوف فين وصلوا الناس، شوف الرقمنه والعصرنه والناس فين واصله. حنا يلا الدرون كتحسب عاشي ريوس مرة تشويهم وتشنشطهم لينا وصافي، ما كدير والو. مشاو بعيد هربانين علينا فراسك هادي. كنا كنعرفوا الملك ديالنا الحبيب انه بعد ما خرج بالقرار ديال الغاء شعيره الاضحيه، يعني ذبح الاضحيه هاد السنه 2025، خرج بواحد البيان اخر وواحد الرساله اخرى وواحد الرساله لشديده اللهجه للجزاره انهم منعهم منعا كليا ذبح الاناث ديال البقر والاناث ديال الاكباش، يعني الخروفه والبقره انت بديت تذبح لاننا محتاجينهم بزاف باش تطر المواشي بالمملكه المغربيه. ولكن المشكله القرار ما وصلش غير لهنايا، القرار وصل حتى للجمهوريه الجزائريه العبيطه. اسمع معايا تبون شنو كيقول وغنهضروا من بعد. ومستقبلا غادي نشوفوها تكون فيه قوانين صارمه اللي يمس النعجه او الرخله كما نقولوا حنا في المناطق تاع لوكسمبورغ لانيال، اللي يخلصها غالي، اللي يبيع الخروف ولا يبيع الكبش. يعني كيف كتشوفوا على ان تبون بيروكي، رئيس بيروكي يعيد الكلام ديال صاحب الجلاله ديالو محمد السادس نصره الله. الملك ديالنا قالك ما تذبحوش الخروفات، ما تبون قال لهم ما تذبحوش الخروفات. يعني كتشوف على ان الملك ديالنا الحبيب يحكم حكومتين، الحكومه ديال اخنوش والحكومه ديال تبون، الملك لدولتين الجزائر والمغرب.
يعني اي قرار جزائري كيطبقوا لك عمك تبون، عرفوا انه جاء من القصر الملكي من عند المملكه المغربيه. يتابعي لنا اللي دارها الملك نديروها احنا، وقريبا ان شاء الله كونوا اكيدين. تبون لن يفلح في استيراد 1,000,000 راس غنم، وسوف يلغي شعيره عيد الاضحى. كونوا اكيدين وانا متاكد منها، سوف تبون يلغي شعيره عيد الاضحى بالجزائر. علاش؟ لانه كيتبع سيدو الملك ديالو، وحنا كنعرفوا في الزمان على ان الجزائريين كانوا من اكبر الداعمين ومن اكبر المبايعين سلاطين المملكه المغربيه. ودابا كنشوفوا تبون انه يعيد الكلام ديال السلطان ديالو محمد السادس نصره الله. ومستقبلا غادي نشوفوها تكون فيه قوانين صارمه اللي يمس النعجه او الرخله كما نقولوا حنا في المناطق تاع لوكسمبورغ لانيال، اللي يخلصها غادي يبيع الخروف ولا يبيع الكبش. خوتي حبس هاد القرار فايت لي سامعو. لا ما يمكنش. عرفتي الا كان هو اللي نقلو دابا راه مشكل. هو هذا المغربيه منع رسميا ذبح الاناث الاغنام والمعازي حتى نهايه مارس 2026. فوقاش تحت القرار؟ نهار الخميس 20 مارس 2025. فوقاش نقلو عبد المجيد؟ نهار السبت. يومين القرار يتحط في المغرب هنا، يومين ينقلوه في الجزائر. يومين لا ما كاينش. يومين اكل المغربي شفروا قالك ديالهم، الثقافه المغربيه شفروها قالك ديالهم، دازوا التكشيطه، دازوا الماء، دازوا الزليج، دازوا كلش. دابا القرارات اللي كيتحطوا في المغرب حتى هما ولا كيخنشلوهم ويديروا بحال لا شوفوا بايعونا وليو حتى نتوما فهمتيني، وحسن ما يكونوا المغرب نوليو كاملين المغرب صافي، حيت وليتو كوبي المغرب. الجزائري اللي فتحنا له دماغه راسو فتحناه، شنو نلقاو عنده؟ واش نلقاو عنده مخ ولا دبانه؟ انا هادشي اللي بغيت، ما عرفتش شنو عنده. لا ما نظنش يكون مخ، ما نظنش. كانش بلاد فيها الحريه الاقتصاديه كما الجزائر، يوريني كان لا بيروقراطيه ولا كذا. حتى اللي يحاول، انا غنصفي نيتي وغنعتبر انه فخامه الرئيس الجزائري ما كيفهمش في الاقتصاد، وغنقولوا سيدي ما عندوش مستشارين في الاقتصاد، وغنقولوا حتى داك وزير الاقتصاد والماليه في الجزائر ما صالح له والو. دونك ما فيها باش نديو معاه شويه ديال لاجر ونعطيو هذه المعلومه لفخامه الرئيس الجزائري، حيت عيب تكون رئيس وطلع تقول لنا الجزائر عندها الحريه الاقتصاديه. الوغ باش نتفاهموا فخامه الرئيس الجزائري، الحريه الاقتصاديه كديرها واحد المؤسسه اللي كتعطينا الكلاسمون ديال الدول، مؤسسه امريكيه، واحد لو تينك تانك امريكان سميتو هيريتيج فونديشن. عقل معايا، هيريتيج فونديشن. هاد المؤسسه الامريكيه هادي كدير الكلاسمون ديالها، وانا غنوريك الكلاسمون دابا. ها هو كما كتشوفوا ادي لي الجزائر، هذه غير الدول العربيه. الكلاسمون ديال الجزائر في الحريه الاقتصاديه في العالم كاينه منها الفنزويلا، هي من الدول الاخيره في العالم. الوغ هاد هيريتيج فونديشن فخامه الرئيس الجزائري كتاخذ واحد المجموعه ديال المعايير، مجموعه ديال لي زانديكاتور، 12 انديكاتور كاين. من بينهم انا غنعطيك على سبيل المثال فخامه الرئيس الجزائري، المؤشر الاول هو المؤشر ديال الحريه الماليه. الحريه الماليه كتدخل فيها الحريه ديال الابناك. كاين المؤشر الثاني هو الحريه النقديه، وكاين واحد المؤشر غيعجبك حتى هو اللي هو نزاهه العداله. انا غنخليك انت تفكر في هذا الشيء، غير 3 المؤشرات وشوف عندك انت. لما كيتجمعوا دوك 12 انديكاتور كيخرجوا لنا الكلاسمون. دونك الكلاسمون ديال واحد البلاد هوك السادسه في افريقيا والسادسه في الدول العربيه. هوك نحن السادسين في العرب والسادسين في افريقيا. الكلاسمون ديال الجزائر غير في افريقيا منها السودان وبوروندي وزيمبابوي. كنهضرك على الكلاسمون. الكلاسمون في العرب ديالنا حنا السادسين، في نظرك الجزائر شحال غادا تكون؟ رقم 11. قلت لك في الكلاسمون مونديال الجزائر الاخرى، قاع السطل. في الكلاسمون ديال العرب 11، هوك السادسين. وبطبيعه الحال ما نحتاجش نقول لفخامه الرئيس الجزائري انه في الكلاسمون ديال العرب منك لسوريا والسودان واليمن بحالك بحالهم في الكلاسمون، يعني ما كاينش فرق. دونك كاين جوج حويجات، يا فخامه الرئيس الجزائري ما عنده حتى شي علم بالاقتصاد، وماشي عيب، خصو يكون عنده مستشارين يكونوا كيقولوا له يوجهوه،
او على الاقل داك الوزير الاقتصاد اللي مصالح الوالو في الجزائر هي تيقول هذا الشيء اكسبري، وعارف انه خوتنا في الجزائر اللي قال لهم غيتيقوا. اتونسيون، عندك شي واحد شي نهار يجي يقول لي هما ما قلتيهاش، هاني علمتكم. المهم هذاك اللي هضر ماشي عمي مجيدو، هذاك يا اما من الفضائيين يا اما من الرماديين يا اما ذكاء اصطناعي ديال ايلون ماسك. زعما بوبيا كتشبه لعمي مجيدو، حيت امبوسي عمي مجيدو يهبط النيف. وحنا اللي كنقولوا عمي مجيدو هو الكلمه اللي ما كطيحش، النيف، الكبرياء والعجرفه. شنو طرالك عمي مجيدو؟ ياك ما مخطوف دار لينا بحال هكا نصيفطولك ابارتي دابا تجيبك. شنو طرا عمي مجيدو؟ لامي ما دارتها، لامي ما هزات صندالتها عليك، شداتك القفقافه. دابا كتقول ما عندناش مشكل مع فرنسا، ما عندنا حتى شي اشكاليه مع فرنسا، وهي الاشكاليه ديال فرنسا بدات لك من جويه 2024 من الاعتراف ديالها بالصحراء المغربيه. وعلاش خرجتي البيان استنكاري في نفس الشهر؟ علاش ما كتقبلش ولادك اللي كتصيفطهم لك لميمه؟ وعلاش 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 وعلاش؟ سبحان الله، هاد السيناريو تعاود. كان مع اسبانيا، اعترفت بيان استنكاري، ورجعنا رغم انها باقي معترفه بمغربيه الصحراء. ودابا فرنسا تعترف بيان استنكاري، نرجعوا العلاقات رغم انها باقي معترفه بمغربيه الصحراء. فين النفاق عمي مجيدو؟ I am disappointed، والله I am disappointed. الصورة اللي كنت عاطيها عليك عمي مجيدو وحدو اخرى. اي والله دابا كلشي تفرتك. واش نقولك، غير سمع كلام الميمه تاخذ الرضا ديالها. بيس. انا شي حاجه تالفه ليا في هذيك الهضره ديال زين السميه البارح، ديك الخطاب ديالو ولا ما عرفاش يسميوه. فهمت كل شيء الا نقطه واحده بغيتكم تشرحوها لي في التعاليق. دابا هو قال لك بعد اصلا داك الخطاب طويل بزز باش كملناه فايت الساعه، هو يلوك في الهضره وبين قطعوا ولصقوا. المهم ماش كمانه الحصول وما فيه. قال لك دار 5 ديال المحطات ديال تحليات المياه. راه ما يمكنش، كاينه شي حاجه تما، كاينه شي حلقه مفقوده. وحنا تنشوفوا الناس هزين بوادزهم ويقلبوا على المياه فين كاينه. وحنا عاد البارح اخرهم شفنا داك الوليد مسكين، داك الطفل عارض على ديك الروسيه وجايبه وحشمان مسكين غارق في حوايجو مرضاش وهزين البوادز، وقال لك الماء ما كاش. بغات مسكين عاد تدخل البيت لوضو ما لقات باش، ما عندها تيمم ولا ما عرف يداها. وهذوك 5 ديال المحطات ديال المياه كيفاش حالهم؟ انا شاكه والله اعلم زين السميه زقل ودارهم في شي بلاصه اخرى ولا في شي بلاد اخرى ماشي في بلادو. ما يمكنش. وحنا تنشوفوا ديورهم كل دار معلقه حداها هذيك السترنه الكبيره، هذيك البوديزه الكبيره، كل دار مخرجه ديك البوديزه الكبيره بحال الباراشيت. ما يمكنش، كاين شي إن تما. حنا دولة اجتماعية وأسسها الشهداء في إعلان نوفمبر. هو اللي قال، وانا هذه ما نقبلهاش، غنعتبرها زلة لسان، حيت الجزائر عندها اكثر من 10,000 سنه. اليوم كيجي الرئيس الجزائري تيقول لك تاسست في بيان نوفمبر، ونوفمبر بيان ديالو كان في 1954. دونك ما يمكنش اليوم انا نقبل هذه الهضره اللي قال الرئيس الجزائري، وغنعتبره خطا زلة لسان. واو، قبل ما كانش الجزائر ما يمكنش. وانا كنعرف انه الجزائر كانت في من ايامات قبل من فرعون. اليوم تيجي هو يقول لك ما انت اسمع عاوتاني، اسمع هو اللي قال، اسمع هو اللي قال. الاجتماعية وأسسها الشهداء رحمة الله عليهم في إعلان نوفمبر. هو اللي قال ياك السوها بيان نوفمبر 1954. كيف زعما اللي عنده شي تفسير؟ انا ما فهمتش انا بصراحه، واش غلط واش ما فهمتوش اش كان باغي يقول. ولكن هذه الهضره انا ما نقبلهاش بكل صراحه، وكنتمنى انه يخرج شي بيان يصح لنا هذا الشيء اللي قال الرئيس الجزائري. ما يمكنش. شنو بغيت تقول؟ انه قبل ما كانش الجزائر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اخر ما غنى زين السميه وما يجي حتى شي واحد يجادلني وما يجي حتى شي واحد يقول لي ما كاش منها، هو اللي قالها بعظمه لسانه.
البارح قال لك الجزائر دولة اجتماعية تأسست في إعلان نوفمبر اللي هو 1954. يعني ما كانت شي حاجة سميتها الجزائر قبل من 1954. قال لك أسسوها الشهداء رحمة الله عليهم. غانا ما عرفت دابا الشهداء فوقاش أسسوها في 54، واش قبل ما يوليو شهداء ولا من بعد ما ولاو شهداء؟ يعني قبل ما يتكلوا عند الله ولا من بعد ما تكلوا عند الله؟ هذه ما فهمتهاش. قال حنا دولة اجتماعية تأسست في إعلان نوفمبر اللي هو 1954، وقال أسسوها الشهداء. ضرني راسي، والشهداء داروها قبل ما يمشيو ولا من مورا ما مشاو؟ ماشي مشكل، ماش كمانه هادي غنلقاو لها تخريجه مع عنتريات زين السميه. انا اللي ما فهمتش هو كيف يعقل ان الجزائر ما كانتش حتى ل 54 اللي هي 1954، وفي الوقت نفسه قالوا لك الاهرامات هما اللي بناوهم، قال لك الكتبيه هما اللي بناوهم، قال لك فرعون كان عندهم وهاجر مشى هربان بالاماره لقاو واحد الكلاكيطه د الصبع قال لك ديال فرعون. كيفاش هما حتى 54 عاد كاينين وفي نفس الوقت كاينين عاوتاني من سنين ومنين؟ هادي عادك نهار زين السميه بعظمه لسانه قال الحمد لله الذي نجانا واغلق فرعون، واغرق ماشي اغرق فرعون. كيفاش كانوا في ايامات فرعون وفي نفس الوقت دابا خارج قال لك تاسسوا في 1954؟ فهمتوا شي حاجه؟ زند عليا راسي. فهمنا والو مع هاد الناس هادو. انا ما تفهم والو لان المهم نشوفوا اخر فيديو اللي هو مهم بزاف ورجعوا له التعليق. Je me suis engagé sur pratiquement en 5 ans, presque doubler, si possible, la production de gaz dans le désert. Et l'Europe actuellement est sécurisée. Nous sommes un pourvoyeur de gaz pour les pays européens très fiable, quelles que soient les difficultés passagères de mésentente, tout ça, on ne touche jamais à ça, parce que ça va chez les peuples, pas chez la classe politique. يعني الغاز اللي ماشي لأوروبا ماشي للشعوب، وهو شعوب وداك الغاز اللي كان كيمشي للمغرب شنو كانش يمشي للشعوب؟ ولا هذاك الشعوب اصلا حنا ما عندناش معاهم، ما كنحملوهمش وما كرهناهمش نحيدوهم من الخريطه. هذا اكبر دليل على انه هذا الرئيس ديال جوج دريال والنظام ديالو وحتى الشعب ديالو، واحد بارتي كبيره منهم ما كيحملوش شي حاجه سميتها المغرب والمغاربه. المغاربه بالخصوص كيكرهوهم، كيكرهون المغاربه. هذا تعبير واضح وصريح انهم يكرهون المغاربه، ما عندهمش مشكله مع الملك ولا الوحده الترابيه، عندهم مشكله مع المغاربه. وهادشي اللي كنحاولوا نوصلوا للناس ومازال موصلش 100%. بزاف الناس اللي مازال كاين شي وحدين كيعتقدوا بان عندنا مشكله في النظام، راه يتبدل النظام راه يبقى نفس المشكل كاين، راه ما غاش ينتهي هذا المشكل، لانه هاد القضيه هادي قضيه كراهيه، كان عندهم كراهيه تجاه المغاربه، هو بلسانه كيقولها، وكتشوفها بزاف حتى في التعاملات ديال الناس ديالهم، ما كيحملوش المغاربه، فهمت؟ كيكرهوا المغاربه رغم ان المغاربه افضلهم عليهم راه بحار، ولكن هذا هو اخلاق اللقطاء. شنو عندك دير؟ ما عندك ما دير الخير في اي حاجه الا في هذا الجنس هذا، ما ديرش فيه الخير بتاتا لانه عمر ما يقر. وهذا الشيء راه من قديم الزمان، راه ماشي عاد جديد، راه من قديم هما هكا، لا شيء لا جديد تحت الشمس. نتمنى انه هذا الميساج هذا يوصل للناس، ما يبقاش يعني متوهمين انه لا حكا الا تبدل النظام راه غادي
فكاين فيديوهات مازال غادي نجيبهم لكم، فيديوهات قدام ديالهم، ديال الموضوع ديال الخنشالة، ديال كراهية المغاربة قديمة، ماشي حاجة جديدة. المهم نتمنى الميساج يوصل، نشوفكم في فيديو آخر قريبا. يعجبكم الفيديو كان الفيديو يعجبكم